في مستشفى قصر البخاري حدث إنساني يلامس حياة المرضى ويمنحهم الأمل. جراحون مختصون قدموا من أجل مبادرة طبية إنسانية تهدف إلى تخفيف الألم وتقريب الخدمة من المواطن. لنتابع. في ظل الجهود المتواصلة لتحسين الخدمات الصحية ولتقريب العناية الطبية من المواطن، استقبل مستشفى قصر البخاري نخبة من الجراحين المتخصصين في جراحة العيون مبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتقليص مواعيد العمليات الجراحية. العمليات الجراحية انطلقت يوم الاثنين الفارط في ظروف جد حسنة، والمرضى استحسنوا خيرا، وكذا الفحوصات ما بعد العملية سيتادير دي زيكزامان لي كونترول بوست اوبيراتوار يعني كانوا في غاية النجاح الحمد لله. طبعا أجرينا حوالي أكثر من 25 مريض في كل يوم، يعني الاثنين الفارط ويوم أمس وكذا اليوم يوم الأربعاء. طبعا اليوم تختتم فعاليات هذه الأيام الجراحية، وفي الأخير نشكر كامل الموظفين وكامل الأطقم الإدارية والطبية وشبه الطبية في إنجاح هذه الحملات، وفي الأخير نتمنى الشفاء التام لكامل المرضى. من قاعة الاستقبال إلى غرف الفحص وقاعة العمليات، جو من الجدية والتفاني يسود المستشفى. يعمل الفريق الطبي بكل كفاءة لإنجاز العمليات الجراحية على أكمل وجه. المبادرة لاقت استحسانا وترحيبا كبيرا من المرضى، خصوصا ممن طال انتظارهم لمثل هذه العمليات. الحمد لله درت العملية وليداتنا يدوروا بينا الله يبارك خيرات. كنت نعاني وكي داروا لنا وليداتنا راني ريحت الحمد لله، ونقول لهم نعطيكم دعوة الخير ان شاء الله والله يستركم. عندي الحاجة كانت مريضة من عينيها جبتها داروا لها عملية، يكثر خيرهم وربي يحفظهم وراهم مع الناس القليلين هذو والله ما شاء الله. تحت إشراف مديرية الصحة والسكان ولاية المنيا تم تنظيم على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية قصر البخاري أيام طبية جراحية اختصاص طب وجراحة العيون، وذلك على مدار 3 أيام، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العمومية الاستشفائية بن سليمان، أين شملت هذه العملية التقليص من قائمة الانتظار والتي كانت محددة بقرابة 70 مريض. الشكر موصول لجميع من ساهم في هذه العملية من طاقم طبي شبه طبي إداري، كل باسمه وعلو مقامه. بمثل هذه المبادرات تنبذ المستشفيات بالحياة وتبعث الطمأنينة في قلوب المرضى. شكرا لكل الأيدي البيضاء التي أضاءت طرق الأمل في هذا المشفى. كان معكم جابر بوزيد مباشرة من المؤسسة الاستشفائية قصر البخاري.